تعالوا بقى نشوف القطايف واللطايف اللي احنا عملناها. شايفين القطايف وجمالها وقرمشتها بقى وطعمها حاجه كده يعني ايه. بصوا الشغل بقى محلات كده، محلات عاليه كمان. تعالوا نشوف بقى القطايف اللي جايه متاخره دي، يعني رمضان التاني جايه هونت واحنا لسه ايه بنعمل في ايه رمضان اللي فات. وحياة ربنا دي المره الوحيده اللي عملتها في رمضان بصراحه، ويعني يا ريتني نزلتها حتى في ميعادها الا نزلتها بعد الهنا بسنه. معنينا يعني القطايف ايه سهله وبسيطه، بس طبعا عايزه بس ايه نشاركها مع بعض ونشوف عملتها ايه. طبعا شايفين اللون والجمال بتاعها وبحبها دايما مقرمشه. انا جبت بقى ايه زبيب وجوز الهند، وطبعا لو فول بقى مجروش كده بتخلطيهم في بعض او عين جمل او اي حاجه اي مكسرات عندك، وبتحشي القطايف بتاعتك زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بجيب زيت بقى معايا هونت وبقلي القطايف معايا. شايفين هي فتحت هنا ايه، فتحت بس من جنب بسيطه اهي، بس مش مشكله يعني مش هتوقع حاجه. هأديلها بقى اللون الذهبي بتاعها، وهنشوف اللون الجميل بتاعها بقى اللي ايه بتاخده معايا القطايف. ده اللون بتاعها اللي انا بثبت عليه بقى. بصراحه انا مش بحبها غامقه قوي ولا بحبها كمان طريه، يعني القطايف دي هنعملها مقرمشه مع بعض قوي. قطايف بقى بعمل المشروب السيرب بتاع القطايف ده ازاي. بجيب كوبايتين من الدقيق، كوبايتين دقيق ايه وحياة ربنا احنا ما ناقصين لبخه في الكلام يا جماعه، ركزوا يا جماعه ركزوا. بجيب كوبايتين من السكر معاهم نص كوبايه بس من الميه كده، ونص عصير ليمونه بقى، وبسيبهم ايه ياخدوا ود كده لحد ما الشربات بتاعهم يبقى تقيل كده زي العسل النحل. يعني انا عايزاه زي العسل النحل كده عشان ما يبقاش معجن القطايف وتعجن معاكي. هنا بقى شربتها كده وخرجتها على طول. طبعا القطايف بتبقى سخنه والسيرب بيبقى ساقع. بعد كده بطلعها بقى بتصفى عشان ما تعجنش معايا.